اتصال رسمي هو الأول بين مصر والقيادة السورية الجديدة عقب سقوط نظام الأسد يجمع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره السوري أسعد الشيباني. تدعو القاهرة للحفاظ على وحدة الأراضي السورية مع عملية انتقال سياسي شاملة تكون وطنية سورية دون إملاءات أو تدخل خارجي، بما يدعم استقرار البلاد ويحافظ على هويتها. مصر دائما ترى أن يكون هناك تواجد الأصول العربية للدولة السورية دون أن يكون هناك إملاءات إقليمية أو دولية تغير من سياسات سوريا تجاه منطقة الشرق الأوسط وتصدير الأوضاع الجديدة لدول الجوار، مما يجعل نوع من أنواع الافتكاك الأمني والاستراتيجي في المنطقة. وبينما تتسارع وفود عربية ودولية لزيارة دمشق منذ سقوط نظام الأسد، تبدو القاهرة أكثر تحفظا في التعامل مع الإدارة السورية الجديدة. تنفي مصادر مصرية عزم وزير الخارجية زيارة العاصمة السورية قريبا، فيما تترقب القاهرة تطورات الأوضاع. موقف مصر ما زال متحفظ فيما يخص الأزمة السورية، باعتبار أن الدولة المصرية تسعى بكل قوة إلى وحدة تراب الدولة السورية، وتنتظر أن تكون هناك بالفعل قرارات على واقع الأرض من الحكومة الجديدة تؤدي إلى تنفيذ خارطة الطريق وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254 باعتباره هو المرجعية الرئيسية الذي من الممكن أن يخرج سوريا من عنق الزجاجة. تؤكد مصر دعم استقرار سوريا ووحدة أراضيها ورفض المساس بسيادتها دون أن تخفي حواجزها الأمنية. لم ترفع السفارة السورية في القاهرة علم البلاد الجديد منذ سقوط نظام الأسد حتى اللحظة، فيما تعلن القاهرة أن محددات موقفها من سوريا تستهدف تحقيق المصلحة الوطنية واستعادة الأمن والحفاظ على الأراضي السورية دون إملاءات أو شروط خارجية. محمد نشأت آرتي، القاهرة.